بصراحة أنا مش عارف نلوم مين، يعني هل نلوم يورجن كلوب ولا نلوم إدارة ليفربول ولا نلوم اللعيبة المتخاذلة، ولا يعني مش عارف اللوم يجي على مين. المباراة اللي زي دي بتبين لك الناتج للأفعال السيئة الكتير قوي اللي حصلت في ليفربول الفترة اللي فاتت. كلام في الكورة مع أحمد نصر. اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب أو اشتراك في القناة، وتعالى نتكلم إن إزاي الماتش ده أصلا وصل للنتيجة دي في نادي المفروض إن هو من المرشحين الاوائل على دوري ابطال اوروبا. في بدايه المباراه الليفر يعني بيلعب على استحياء، ولان انا عايز اقول الفنيات بس متاخر شويه. يعني انا عايز اعرف لما انت عندك القدره الماليه على انك تجلب صفقات. طيب على فكره انا في تجربه قديمه كده المانيه برضو اجنت بثمارها فتره من الزمن، ولعيبه كانت كسرت 30. زي مين؟ زي عارف انت فرقه بايرن ميونخ لما كان فرانك ريباري او بلال ريباري وايرن روبن الاثنين كانوا معديين ال 33 سنه وكانوا اساسيين وارقام قويه، ووصلوا لحد 34 سنه كمان وكانوا مكملين في بايرن ميونخ، وكانت يعني الفرقه تقيله. كان ريباري وروبن قصدي الاثنين كانوا عاملين تقل مثلا. طب ايه المشكله لو كنت كملت بمحمد صلاح وساديو ماني فترة أطول؟ يعني فترة أطول. يعني هل ماذا لو انت كنت حافظت عليهم وعلى القوام الاساسي بتاعك، اللهم انك يعني مثلا كنت بقى ايه كنت جبت جاكوبو ده، ولا كنت جبت داروين نونيز مع المجموعه دي كانت هتفرق. خصوصا ان انت عندك لسه بدري قوي على لويس دياز او يعني ان انت تعتمد عليه. كمان جوتا اتصاب وفيرمينيو بيقدم موسم سيء. فانت كان ايه اللي في بالك وانت بتمشي ساديو ماني؟ كان ايه اللي في بالك انت اساسا وانت معاك ساديو ماني؟ ما كنتش احسن حاجه. يعني وانت معاك ساديو ماني ما كنتش احسن حاجه. يعني طب ايه اللي خلاك ان انت تمشي يعني الاعمده الاساسيه اللي عندك او واحد من الاعمده الاساسيه؟ طيب هل ده خطا يورجن كلوب؟ انا شايف ان هو خطا يورجن كلوب بمشاركه الاداره، لكن كمان سوء الحظ اللي بيواجهك ان انت عندك مثلا في مباراه زي النهارده فان دايك مصاب، جوتا مصاب، دياز مصاب، فيرمينيو مصاب، لا كميه اصابات كبيره جدا. والانقح والاسوأ من كده واللي ممكن يقول ان هو يعني خلى الدنيا تسود اكتر، ان ليفربول اللعيبه بتاعتها اللي في الملعب خصوصا مش بتأدي اداء جيد. حتى الصفقات الجديده، يعني عندك جاكوبو جاي مش شايف قدامه واحد من اهم اللعيبه اللي لعبت كاس العالم. عندك داروين نونيز كان بيطلع نار من بقه، وحتى اول لما جه ابتدى في اول ماتش ليه سجل هدف، وكان يعني الرؤيه المستقبليه ليه رؤيه مبشره. كمان بتواجه يعني سوء حظ وسوء تنظيم دفاعي في المباراه غير عاديه. انا عايز اعرف ازاي 4 لعيبه هنا بيتضربوا باتنين باص، واحده في ظهر ارنولد والتانيه بتبقى عرضيه الناحيه التانيه، سواء بقى جت بالهيد او جت لاعب في المنطقه دي، ساعتها بتبقى خطر. انا عايز اعرف ان كل هجمه وكأن هي ارنولد يسيب مساحه في ظهره، تتلعب الكره من ظهره، تتعرض الناحيه التانيه، كده هجمه خطر. مش فاهم. حتى يعني انت لما شفت التغييرات بصيت، طب الدكه ما فيهاش حد، ما فيش حد. المفروض ان الناس اللي هتكسب، المفروض ان الناس اللي هتكسب ليفربول هي في الملعب اصلا. غير بقى ان عندك انا برضو يعني انا شايف ان الاستراتيجيه بتاعه يورجن كلوب السيزون ده غلط تماما. وان فكره انك تخرج ساديو ماني وتلعب 4-4-2 وتقلل من جري محمد صلاح، او على الاقل تخليه ما بيخرجش بره الصندوق، ده بالنسبه ليا فكره صح. ولكن مش بالتنفيذ بتاعك يا يورجن، مش بالتنفيذ بتاعك يا يورجن خالص. انت كانت اهم اسلحه او اهم قوه عندك هي الاطراف. عايز تقول لي ان صلاح في واحد يعني عنده 30 سنه؟ يا عم عنده 32 سنه. لكن الخبرات بتفرق، التحركات التمركزات بتفرق، وممكن ساعتها انت تقوي باك رايت تاني يكون صحته اقوى من اسمه ده ارنولد في الدفاع. ولو حتى مش كده هتجيب لاعب تاني. اصل انت عندك في نص الملعب مين اللي شايلينك في نص الملعب؟ هرنانديز واسمه ده
تياجو. فالاتنين اساسا انا شايف ان هما يعني بصراحه واحد عنده 31 سنه والتاني عنده 32 سنه. طب يعني مش فاهم. يعني لما تلاقي هندرسون احسن بوكس تو بوكس بالنسبه لي، وتياجو هرنانديز عنده 30 سنه، فهندرسون عنده 32 سنه. طب الاعمار كبيره يا معلم، هتلعب باليوت ولا كيتا؟ انا مش فاهم. يعني نبي كيتا ده انت جايبه ما بيلعبش. نفس الكلام، انت ايه قفلت على بيرلينجهام؟ طب لو بيرلينجهام ما جاش، يعني لو بيرلينجهام ما جاش هتجيب مين؟ بصراحة أنا مش فاهم. وفي كم لخبطة كتير قوي في الأحداث. يعني أنت لو بصيت، ساديو ماني مشي، داروين نونيز جه، داروين نونيز ما أداش، فجبت جاكوبو ما أداش. طب إيه؟ في حاجة غلط. وبالمنظر ده انت قبل ما تبتدي المباراه بص كده للجدول، هتلاقي ان ليفربول كانت في المركز السابع وبرايتون المركز الثامن. بعد المباراه هتلاقي ان العكس، الدنيا اتقلبت. وحتى انت بتتفرج على المباراه انت متاكد ان برايتون مش هتخسر، بالكتير لو ليفربول داست هتتعادل. يعني لك ان تتخيل ان دي فرقه هتقابل ريال مدريد، تقابل ريال مدريد وعايزه تنافس على دوري الابطال اللي مش قادره اصلا تقف في مراكز دوري الابطال. عندك نيوكاسل داخل في الجيم كويس جدا، مانشستر يونايتد دخل في الجيم وممكن ينافس على الدوري كمان، مانشستر سيتي ما اعتقدش ان هو ممكن تتراجع بالمستوى زي ليفربول، ارسنال وبيقدم طفره ما جاتش تقريبا بقالها كتير قوي في الدوري الانجليزي. فبالتالي ليفربول الغطس اللي ضربه والنتائج وسوء التحضير للمباريات كل حاجه غلط، الاداره غلط، يورجن كلوب غلط، اسلوب اللعب غلط، اللعيبه متخاذله، لا كتير. يعني نتائج الخساره اي حد بيتفرج على الماتش بيفهم او ما بيفهمش. لو قال لك ان سبب الخساره اللعيبه عنده حق، لو قال لك ان سبب الخساره يورجن كلوب عنده حق، لو قال لك ان سبب الخساره اسمه ده الاداره عنده حق، لو قال لك ان سبب الخساره اسلوب اللعب اللي مش ماشي مع لعيبه مع اللعيبه او لسه ما حفظوهوش برضه عنده حق. انت شايف كميه اخطاء كبيره، حتى لو قلت لي ان برضه لسه مازال ليفربول يعني عنده النفس، يعني انا شايف بالمنظر ده انت مش شايف اداء كويس والنتيجه يعني الحظ مدي ظهره لليفربول، لا انت شايف اداء سيء ولعيبه بتأدي في الملعب بخذلان كبير جدا ومش بتنافس على الماتش. كمان شايف الحظوظ سيئه، يعني ليفربول مش بيقدم حاجه انا اقدر امسكها. يعني انت لو جبنا معدل الاستحواذ لفرقه خسرانه المفروض انها فرقه اصحاب الشخصيات الكبيره في الدوري الانجليزي زي فرقه زي ليفربول سوري، فليفربول من الناس اللي هي مش من السهل تخسر. فلما يعني لما اخسر ويخش فيها جون ولا اتنين، فبالتالي انا بحاول ان انا استرجع الكره بسرعه واضغط واستحوذ عشان انا عايز اكسب. لكن برايتون حتى ما سابتش الاستحواذ كان لبرايتون في كل الماتش، يعني مفيش بعضا من الدقايق حتى، ده كل كوره ليفربول بتمسكها في نص الملعب بتتقطع، كل كوره ليفربول بتمسكها في ال 18 على الناحيه الثانيه عند برايتون بتتقطع. برايتون كانت بتدافع بدفاع منظم كبير جدا. انا مش فاهم بصراحه يعني دي برايتون اللي في المركز السابع او الثامن، ودي ليفربول اللي هي المفروض هتلاعب ريال مدريد في الشامبيونز ليج. كده في حاجه غلط، في حاجه غلط. وغالبا القطعه، يعني بيقول لك ايه الدومينو لما تقعد تحطها فوق بعض كده وتشيل واحده من تحت فتقع كلها، هو غالبا القطعه دي كانت ساديو ماني، حد راح سحب ساديو ماني كده لما خرج القلعه اتهدمت، قصدي القلعه دي. وبكده اكون انا خلصت كلامي عن توقعات عن مباراه ليفربول وبرايتون. اتمنى بقى يعني ان انا اشوف ليفربول بيشارك السنه الجايه في الشامبيونز ليج، لان متهيالي نيوكاسل مش ناويه انها تنزل، خصوصا كمان ان في ظهرها توتنهام، وتوتنهام برضه فرقه قويه وصعبه وفايقه الى حد ما. يعني هنشوف الدوري الانجليزي ملهوش ثوابت وملهوش معايير ثابته نقدر نحكم بيها على الفرق. كان معاكم احمد نصر، الى اللقاء.